خبر مهم للناس اللي ناويه تقدم في اللوتري السنه دي. وزاره الخارجيه الامريكيه اعلنت ان رسوم التقديم لكل طلب هتبقى $1. يعني كل ابلكيشن هتيجي تملاه من على الموقع بتاعهم وانت بتملى الاستماره هيدخلك على الدفع اونلاين. الدفع بيكون بكارت ائتماني ليك. حتى الكروت المصريه شغاله لو انت مفعل خدمه المعاملات الدوليه. الخدمه دي انت بتتصل بالبنك بتاعك يفعلها لك. المهم جدا وانت بتقدم تبقى بتقدم من خلال الموقع الرسمي بتاعهم. واي حد يقول لك هات ونقدم لك، ما تثقش يا جماعه في الحاجات دي. الحاجات دي نصب. الموقع الرسمي موجود وبتمشي عليه بالخطوات بتاعتك، والدفع بيكون اونلاين. ادفع بنفسك او لو حد بيقدم لك تبقى انت موجود وواقف. واحتفظ بالكونفرميشن نمبر بتاعك، لان الكونفرميشن نمبر ده اللي هتكشف بيه عن النتيجه في الاخر. ولو هتسالوني على رايي فانا بصراحه شايفه انها خطوه كويسه، احسن بكتير من $250 اللي كانت مقترحه قبل كده. $1 مقدور عليه. والميزه الثانيه في الموضوع ان ده هيحمي الناس اللي بتقدم فعليا من محاولات مزيفه ونصب كتير جدا، واللي بيقدم اكتر من مره بيقلل من فرص الناس اللي حقيقي عايزه تقدم. فبالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم السنه دي ان شاء الله، وربنا يعمل اللي فيه الخير.